ازاي ان احنا نلعبها بمفهوميه، ازاي نفهم ده ايه، ده ايه كارب، ايه بروتين، لما نحط ونتبل براحتنا ده هيأثر على الاكل ولا لا، ولا نختصر ونعيش حياتنا مسلوق في مسلوق. طبعا احنا استدعينا حضرتك امبارح في حاره الطباخين، حضرتك طبعا. ما خدتش بالك الفكره جت منين. هي فكره كويس. حاره الطباخين يا جماعه ان احنا الناس عايزين ناكل اكل البيت، احنا بنبعد عن اكل بيتنا. قلت لهم مثال بسيط جدا، انت لو عندك في مطبخك فيه شويه ازاز مكسر هتعمل ايه؟ هتروح تكنسه عشان عادي وتعيش حياتك وتبرطع براحتك، ولا مش هتدخل مطبخك؟ لو مش هتدخل مطبخك خلي بالك ان جواك كافر، وهتيجي في لحظه تروح تهجم بسرعه بكل عزم ما فيك على الاكل بقى، وهتروح تعور نفسك وكل حاجه. فده نفس اللي احنا هنعمله في مطبخنا. هنبدا شويه بشويه اننا نشيل الحاجات اللي ممكن تضرنا وتاذينا من المطبخ، كده كاننا بنكنس مطبخنا، وهنعمل حاجه اسمها قاعده 20/80. هنشيل 20% من الحاجات اللي ممكن تعمل لنا 80% من الضرر. مش لازم نشيل كل حاجه يلا، لا احنا على قد ما نقدر. وبدانا نعمل بقى قائمه انجازات، طب انا بعمل كذا، طب انا بعمل كذا. حتى لو حاجه بسيطه، بشيل الجلد من على الفراخ، وشلت الكنزات، الكلام ده كله. جينا بقى في حته ايه، طب انا النهارده عايزه بدل الدقيق الابيض احط دقيق شوفان، هعرف اتعمل بيه ولا لا؟ فطبعا جم الناس الطباخين البروفيشنال اللي معانا اتطوعوا وقالوا احنا هنساعدكم خطوه بخطوه نغير الاكل. فبدأنا دكتور امبارح بدأنا نعرض عليه وجبات. طبعا دكتور كان في حاجات ايمي رائعه جدا عاملاها. في عندنا سلطه يعني عامله الفراخ صدور، وفي كمان ناس بتحب الصوص جدا جدا، فبدأ ان هي تحط بقى صوص بالزبادي حاجات بسيطه جدا وهيلثي جدا. هي ايمي عامله حلو قوي والتونه وكل حاجه جميله، بس هي حاطه ذره. نشيلها يا دكتور عشان الذره كربوهيدرات مش عايزينها ولا ايه، ولا نسيبها؟ لا نسيبها، خلينا نسيبها. الذره كويسه حلوه وطعمها حلو كمان يعني. طب نحط يعني عادي كربوهيدرات وكده طبعا طبعا. انا جسمي محتاج كل عنصر من عناصر التغذيه بنسب معينه، لازم تكون نسب كويسه ولازم تكون نسب محسوبه عشان اخد النفع منها، وفي نفس الوقت ما تضرش جسمي. لكن ما ينفعش احذف صنف معين من اصناف التغذيه، ده ممكن ياثر بشكل سلبي على جسمي اصلا. طيب النسب دي ازاي نعرفها يعني؟ احنا ممكن نقول الكربوهيدرات ممكن تتراوح من 50 ل 70%، البروتينز ممكن تتراوح من 15 ل 25%، الفاتس ممكن من 20 ل 30% من احتياج جسمي. تمام. انا حاسه حضرتك ما شاء الله يعني بحبح قوي في الكربوهيدرات. في الكرب يعني احنا ممكن نقول ان الكرب ده يعني بالكلام اللي احنا بنقوله ان هو ممكن يكون نص احتياج جسمي او نص احتياج جسمي من الكالوريز، او اكتر كمان من نص احتياج جسمي من الكالوريز. ليه؟ لان هو اهم عنصر من عناصر الطاقه. يعني اي عضو حيوي زي مثلا المخ زي الكبد زي الكلى، اول حاجه بيدور عليها الكربوهيدرات، فبالتالي لازم اديله الكربوهيدرات عشان يقوم بالعوامل الوظيفيه والعوامل الحيويه يعني اللي الجسم بيقوم بيها بشكل سليم. دي اول حاجه. تاني حاجه ان الكربوهيدرات هو اللي بيخلي البروتين اللي احنا مهتمين بيه وبناخده بنسب كبيره يعرف يقوم بوظيفته. لو انا ما خدتش نسبه كربوهيدرات كويسه، البروتين الكتير اللي انا فرحان بيه واكله كتير ده هيبدا يخش يقوم بوظيفه الكربوهيدرات اللي هي عمليه انتاج الطاقه، ومش هيعرف يقوم بالوظيفه الاساسيه بتاعته اللي هي عمليات البناء. ثالث حاجه الكربوهيدرات من الحاجات الاساسيه في عمليه بناء الانسجه وبناء الغضاريف وبناء اللي بنسميه الكولاجين او الكارتليجز. دي اللي هي الغضاريف والانسجه والمفاصل بتاعتي عشان ما يحصليش اي مشاكل صحيه. عشان كده معظم الناس اللي بتقطع الكربوهيدرات بيحصل لها مشاكل سواء في الغضاريف او الانسجه او مشاكل صحيه، بغض النظر اصلا على مشاكل انتاج الطاقه. طب يا دكتور البروتين كده انا حاسه انك ظالمه برضه، مالوش نمشيه خلاص، ما حضرتك مقلله قوي. صح نمشيه وخلاص. لا خليه عشان محتاجينه. عايزه بتجامله يحرق وخلاص ويستهلك طاقه. لا هو البروتين من اهم العناصر الغذائيه، او ممكن يكون من اهم واحد فيهم. ليه؟ لان هو في عمليات بناء محدش يعرف يقوم بيها غير البروتين. هو بيقوم ببناء الانسجه، بيقوم ببناء الهرمونات، بيقوم ببناء الانزيمات، العضلات طبعا كلها بروتين، الاعضاء الحيويه كلها بروتين. فبالتالي البروتين انا محتاجه بس بنسب معينه، لان البروتين يعتبر هو المايسترو او المدير بتاع المهندس بقى. واحنا في جايب صنايعيه كتير اللي هم كارب وفات، ومعانا واحد مهندس واحد اللي هو لازم يقوم بوظيفه معينه، لازم يقوم يشتغل بشغله معينه، محدش هيعرف يقوم بوظيفته لو احنا شلناه خالص. طيب الدهون بقى، ما احنا عندنا ما يكفينا من الدهون في الجسم. صح. ناخد دهون ليه؟ ما كفايه، وانت عايزنا دهون تاني؟ طبعا لازم دهون. ليه طيب؟ الدهون دي برضو من اهم العناصر الغذائيه. احنا كده اتكلمنا عن الكارب والبروتينز، احنا عايزين نتكلم عن الفاتس. الفاتس من اهم الحاجات اللي بتبني بعض الهرمونز، زي مثلا هرمونات البناء
او هرمونات زي مثلا الفيميل هرمونز، الهرمونات الانثويه اللي هو الاستروجين والبروجستيرون، وهو بيبني برضو التستوستيرون اللي هو الهرمون الجنسي الذكري اللي هو اصلا بيبني لي عضلات وبيقوي لي الانسجه وبيزود لي عمليات الحرق. فبالتالي دي شغلانه ثانيه خالص. زائد ان من ضمن مثلا الدهون حاجه زي الاوميجا 3. الاوميجا 3 ده من الحاجات اصلا بتسرع لي الحرق وبتخسس لي الجسم، وكمان بتقلل نسبه الدهون الضاره. فبالتالي انا لازم اخد دهون بنسب متوازنه، بنسب كويسه، بس يكون شكل الدهون اللي انا باكله شكل الدهون النافعه.